السلام عليكم، مرحبا بكل عشاق جلباب الزواج الحرة، عشاق زيت خليج الأصيل، أينما كنتم دائما مرحبا بكم. كنتم خارج الوطن أو داخل الوطن، ألف مرحبا. متجر جلابة البزوية دائما كيرحب بكم، ودائما مع الجديد اللي كنوعدكم به يوم الجمعة الساعة اللي كتدخل. اليوم إن شاء الله كاينين لوينات جداد، وكاين السلام، الإخوة اللي كيسولون على السلام، وكاين خراقيل اللي هما بالأبيض. طبعا الناس اللي كيسولون على الأبيض للموسم ديال الشهر الرمضاني إن شاء الله. باش ما نطولش عليكم نبداو بالموقع ديالنا اللي هو بزو اقليم ازيلال، اللي كيبعد على بني ملال 70 كيلومتر اتجاه مراكش. الناس اللي كيبغيو يجيو عندنا بني ملال 144 اتجاه بني ملال، تلقى راسك ان شاء الله في دار جلابه البزاويه الورشه 10. الاخوه اللي كيبغيو يتصلوا بنا الرقم ديالنا 06 52 15 38 64. الاخوه اللي كيبغيونا نتكلفوا لهم بخياطه، هذه هي الوقيته اللي كنخدموا فيها مرتاحين باش ما يضيقناش الوقت لشهر رمضان ان شاء الله. ما نطولوش عليكم ونبداو بالوينات اللي دخلوا اليوم الجمعة هذا الأسبوع. إذا بالنسبة للناس اللي كيسولون على الأزرق، الصفر مشرط بالأبيض، كاين هاد الخريطة هادي، راه اللهم بارك حاجة رويال. خدمة والإتقان والمواد الأولية ديالها طبيعية. بالنسبة للأبيض دائما كنعطيكم المحل شي حاجة اللي هي غارانتي نخوية بزيوية 100%. مزيويه 100%. ملي كنقولوا اللباس التقليدي او جلابه المزيويه كنعرفوها تقليديه يدويه 100%. وهادشي راه منسوج باليد، منسوج باليد، وفيه تماره كثيره، يعني فيه واحد المعاناه باش اننا كنطلعوا واحد الخرقه بهذه الجوده هذه وبهذا الاتقان هذا وبهذا القياس. الاخوان اللي كيسولون على القياس ديالها، راه كيكون فيها 3 متر، 3 متر على متر و70 حتى 3 حتى متر و80 في العرض ديالها، اللي هو قياس وافي طبعا باش انك تخيط جلابه تلبسها بكل الصحه والراحه. شوف تبارك الله هذا القصيبي هذا باندا باندا خريقه ديزا الكلام. دائما كنعطي الاخوان هنا حاجه اللي هي كارانتي. الاخوان اللي كيسولون على السلاهم، ندخلوا هذا السلام هذا، ندخلوا السلام تبارك الله. كاين القهوي، سلام قهوي اللي كنقولوا سلام راه 3 متر ونص. شوف تبارك الله الخدمه ديالو. هذا سدا في سدا. ملي كنقولوا سدا في سدا راه هو ماشي هو السوسدي. الاخوان كيسولوا على السوسدي، لان دابا ملي كنقول لك انا السوسدي اولا كتقول لي السوسدي يعني كتبدا تنعت ليا خرقه ديال فاس. السوسدي كيتقال الشعره ديال فاس تكون سامبل. هنا كنسميوه سدا في سدا باش انه كيبقى في الطبع ديالو وما نخلطوش الامور، وكل حاجه كتباع يعني بالجوده ديالها وبالاسم ديالها. هذا حتى هو سلهام كحل سدا في سدا. شوف تبارك الله الخدمه كيفاش دايره. شوف الخدمه كيفاش دايره ديال السلام هذا. سلهام ديسبونيبل اللي بغاه مرحبا والف مرحبا. هذا راه كيدي حتى شهرين ديال الخدمه. يا خوالي كيسولون على المده ديالو. كاين طبعا ثاني سلهام ابيض. بالمناسبه هاد الالوان هادو راه كيتلبسوا الكحل والابيض، راه تلبسوا مع جميع الالوان بالاخص الابيض، تلبسوا مع الشكيلات ديال الجلاب بالالوان كاملين كيمشي معاهم. وهذا الكحل هذا تقدر دير معاه جلابه بيضاء تولي عندك الابيض والكحل حاجه مليحه. تقدر دير معاه جلابه كحله او دير معاه جلابه صفراء. طبعا الكحل مع الوان بزاف اللي كيمشيو معاه. كاين هاد الخرقه هذه اللي هي صفراء 7 ب7. هذه تقريبا خدمنا منها بزاف، خدمنا منها شكيلات، دفعناهم الصناعيات ديالنا باش ما كنتعطلوش على الكليان، لان كيسولونا على الاشكال هادو. كنخيطوا بعض الخطرات للكليان ديالنا شكيلات وكيطلبونا عليهم الزبناء ديالنا، كنكونوا ديجا دافعينهم الصناعيات باش ما نتعطلوش عليهم، ما تشدش لهم الخدمه وقت طويل. كاين هذا القصبي هذا بالابيض، يا سلام خدمه يا سلام ما نتذكروش عليها. وهذا القصيبي هذا راه بارد بزاف، لون بارد في القصيبي. راه كما كتشوف في التصويره في الفيديو راه هو اللي عندك وهو اللي غيوصلك من الكاليتي ديالو وكلشي. كنذكر الاخوان التوصيل راه متوفر الى جميع مدن المغرب وخارج المغرب. الاخوان اللي كيبغيو نخيطوا لهم صيفط لي العبار نتكلف لك بالعبار. ها هي جلابه ملكيه الزعفرانيه دخلات، حاجه رفيعه بالابيض، زواق ديال المهمات. ملي كنقولوا زواق المهمات اللي هو زواق رسمي معروف عندنا في بزو. هذه كذلك ازرق بالصفر، ازرق بالصفر اللي حتى هو كنخدمو منه بزاف لان كيخرج ازرق بالصفر. خدمه راه ملكيه. والبلدي ديما البلدي ديما ملي نقول لك بلدي عرف القضيه عندك فيها المنسج وفيها المواد الاوليه وفيها المعدات باش كتخدم جلابه حتى هي بلديه.
ما كنقولوش حنا البلدية على الدراج ولا شي حاجة ولا السحورة ولا داكشي ما عندناش. شوف تبارك الله واحد الزواقة، الناس اللي بغات تبدل الأشكال اللي عندها والزواقة والألوان، هادي خرقة يعني تصاوبنا جلابة مناسبة ديالك تلبسها في جميع المناسبات ديالك رفيعة، وهادي غارانتي باقي ما لبش شي واحد بحالها نهائيا. هادي حتى تلبس واحد المدة عاد غادي يصاوبو منها الناس اللي هما يعني صحاب الكوبي، راه كيطلعوا على هاد الأعمال ديالنا وكيصاوبوا بحالها. الخرقة اللي بغاها راه كاينة عندنا منها وحدة، يعني الأشكال فهادشي التقليدي الصعيب اللي هو كتدخل الخرقة ولا جوج منها صافي، يعني الشكل كتلقى منه وحدة ولا جوج لا أقل ولا أكثر، لأن هادشي فيه الألوان بزاف وكثيرة. واللي زوين فيه هو كتلقى فيه هادي راه كري بالأبيض، الزواق المهمات كري بارد، هادي كري بارد. الناس اللي بغا يقول لي غير الكري بارد راه نعطيه ليه. اللي زوين في هاد الجلابة البزيوية كتلقى جلابة لابسها بوحدك، ما كتلقاش الناس بزاف لابسين بحال داك الشكل، بالأخص إلا اختاريتي شي حاجة ولا شي كوموند ولا تابعة يعني الأعمال ديالنا راه كتلقى شي حاجة متميزة وعندك بوحدك. هادي بيضة مشرطة بالصفر، زواق ديال المهمة. شوف تبارك الله الزواقة كيفاش دايرة بالحساب، هاد الزواق وهاد الأشكال اللي كنعطيكم راه بالحساب. كتلقى الخط قد الخط، ممنوع تلقى فيه غرام د المشكل. نهار تلقى شي حاجة ديالي صبن ولبس مع راسك، ما تخاف لا من الصباغة ديالها لا من الطلع لا من، يعني كتبقى كما هي وكما كتاخدها ان شاء الله حتى هادي كري بالابيض. هادي الزواقه ديالها كبرنا واحد شويه على ديك الكري الاولى، لان الاخوان كلاو العبار ديالو كنمشيو على حساب العبار، لان كنخيطوا الاخوان وكنراعيو العبار ديالهم باش انهم تجيهم واحد الجلابه اللي هي زوينه ونخويه وهماويه، وكنديو حتى على حساب العبار الزواقه باش تجيك مزيانه. هذه كحله الناس اللي كيسولوا على الحبه، الحبه صوف قرب شويه عندي. الحبة الصوف حاجة رفيعة متقونة بلدية، هذه خدمة ديال المنسج. صوفة بلدية ما مخدوماش على البوليستر، ما دخلش فيها القطن، ما دخل فيها حتى شي حاجة. اللي بغاها هي موجودة، نوريكم السمك ديالها. هذه اللون في اللون طبعا حاجة رفيعة. والإخوان اللي كيسولونا على الصوف كيفاش يعرفوه، غتلقى واحد الخيط هنا وغتحرك بالبريكة وغتشم ريحة الصوف، يعني غادي تحرق على جوج جوايد، اما الواقف والمنسوج اللي هو مرخوف كيتسمى مرخوف. هادوك خصك تحرق من هنا ومن هنا، لان كاين شي جلاب وشي تواب كيكون واقف فيهم بوليستر. هذه حبه السمك ديالها راه ما كتبينش ولكن راه خفيفه في الوزن ديالها. اللي بغاها هي موجوده. بالنسبه للمواقع ديالنا نذكركم به اللي هو بزوي اقليم عزيله، اللي هو الموقع الوحيد ديال الجلابه البزيويه اللي كتخدم فيه جلابه بزيويه. ونذكركم الجلابه البزيويه راه يدويه وكتاخذ لنا واحد الوقت طويل باش تخدم. الاخوان كيبغيو شي حاجه كاليتي مخدومه مزيان متقونه مزيان، عطيونا الوقت نعطيك المليح. اللي بغى شي شكل من هاد الاشكال اللي كيدخلوا راه كنحطوهم يوم الجمعه، كنعاونوكم بهاد المساله هادي باش تختاروا يعني شي حاجه نقيه ونخويه هماويه ما تلقاش فيها غرام ديال المشكل. اتصلوا بينا وحاولوا تبارطاجيو هاد الفيديو باش تدعموا هاد الباج ديالكم وتزيد لقدام ويعرفوها الناس، توصل لاي واحد كيعشق الجلابه البزيه او الزيت التقليدي بصفه عامه. ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم.